وبالرغم ان ابائنا ماتوا فيه لكن الطقس بتاعه فعليا، لان احنا بنفرح ان الكنيسه وضع بذرها من حياه البلد، ولغايه دلوقتي احنا لسه عايشين على دماغهم ولسه عايشين على ثيابهم، وما زال ناس كتير عندنا بيضطهدوا وناس بتستشهدوا. لسه اخر حادثه اللي هي شهداء ال 21. فكنيستنا كنيسه عظيمه، كنيسه ممتده حتى في استشهادها وحتى في ايمانها وحياتها. والعجيب ان كلمه الشهاده اللي احنا بنتكلم بيها هي حد بيشهد عن ايمانه. متخيلين واحد بيشهد عن ايمان ويشهد عليه حتى بدمه، يعني قضيه خلصانه ومآمن بيها لدرجه انه بيضحي بحياته لاجل القضيه. واحنا بنشوف التاريخ حتى بره الكنائس بره الكنيسه، يعني تاريخ علماني، نلاقي الناس اللي هم ضحوا بحياتهم لاجل قضيه بيكبروهم قوي ويبتدوا يقولوا فلان ضحى بحياته علشان قضيه تحرير عبيد او علشان قضيه دفاع عن جنود معارض. وابتدت الناس اللي بتدافع بحياتها لاجل قضيه ارضيه بياخدوا عليها مجد ارضي. ما بالكم اللي بيدافع عن ايمانه مش واحد ولا اثنين، دول الاف وملايين بيدافعوا عن قضيه الايمان وعن قضيه الههم اللي حبوه وعن الظلم اللي بيقع عن العالم وحياتهم. فعشان كده احنا كمان بنكرم قديستنا وبنكرم شهدائنا لان وصلوا ان هم ضحوا بحياتهم لاجل قضيه الايمان، مش لاي قضيه ارضيه. ما بيفرقش معاهم مال. لكن تقول ان المسيح مش الهي، لا مش هسمح لك. تقول ان المسيح ما اتصلبش، مش هسمح لك. تقول ان المسيح مش اله، مش هسمح لك. لا، انا هضحي مع المسيح ده. فقضيه الفداء كانت قضيه اساسيه امام اعينهم وشايفينها بعينيهم لدرجه ان هم حطوا حياتهم لاجلها. شايفين كميه العظمه وكميه الايمان واعتقادهم وصلوا لغايه فين في قضيه الخلاص. واحنا موجودين دلوقتي لو حد كلمنا لسه ما زلنا بنهتز في ايماننا. وعلى فكره ممكن الناس مسلمه، يعني فيهم عظماء زي مانجرجس وفلوباتير والقديسين دول والقديسين بيركبوا فوق فارس، يعني من ضمن الناس اللي موجودين في الجيش. لكن تلاقوا من ضمن الشهداء فلاحين، تلاقوا من ضمن الشهداء ناس مش متعلمين، لكن ايمانهم يحكى به في العالم كله. واحنا ما زلنا لغايه دلوقتي بنسال في اسئله خلاصيه وبسيطه، وفي منا ايمان بيهتز بسبب عدم الفهم. انا شايف ان الناس دي وصلوا لهذا المقدار من الايمان ليس بالعلم وليس بالفهم، ولكنهم اناروا الروح القدس الذي كان داخلهم بشكل كبير جدا، لدرجه انه ابتدى ينسى نفسه. يقول لك انا مش مهم، حياتي مش مهمه، لكن الهي هو المهم. ليه؟ لان ده حلاوه الروح القدس اللي ساكن فيه. معظمنا بيطفئ الروح القدس، لكن الذي ينير الروح القدس داخله ويدوم ثماره هيعرف ان ثمار الروح القدس ثمار لذيذه وطعمه فلا يستغنى عنها. طب الناس دي كانت بتقرب من ربنا ازاي؟ كانت بتقرب بمنتهى بالبساطه. خليكم بسطة في ايمانكم جدا. بلاش الايمان المعقد او الايمان الذي يخرج عن البساطه. في ناس منكم تسال اسئله مش بسيطه في الايمان، مش بسيطه. وفي ناس بيبقوا بسطة جدا في ايمانهم وياخدوا الموضوع ببساطه. تقول لهم الكنيسه، تقول لهم لازم تيجي تتناول التناول. لما يتحد مع الله بالتناول ياخد درجه الطاعه اللي هو ما
شغلش دماغه كتير. البركه دي تخليه بعد كده يبتدي يدوق حلاوه التناول فيه والتحدث الله، ويبتدي الروح القدس يحيا فيه، وكل اسئلته اللي كان بيسالها تجاوب. اوعوا تفتكروا ان بقول ما تسالوش. ايماننا مش ايمان غير، مش مبني على الانصياع ابدا، لكن ايمان مبني على الخبره. يعني احنا ايماننا كله مبني على الخبره اللي تقريبا. اتخيلوا كده، واحد يقول له ادخل كليه هندسه، هو ما يعرفش في الهندسه كتير، لكن ايه اللي خلاه دخل الكليه؟ لانه شاف اللي قبله ناجح، شاف اللي قبله مطلوب، شاف اللي قبله بيقدر يحقق ذاته، يقدر يحقق مجدي، فيقول لك كليه الهندسه كليه كويسه. مثلا لما تيجي يقول لك كليه النور مهمه جدا، ليه؟ لان المحامي هنا ليه وزن وليه طلب. طب انت جربت المحامي؟ لا ما جربتش. طب دخلت ليه؟ من الخبره، انا شفت الخبرات اللي قبلي وابتديت اسمع قصص عن اللي قبلي. الايمان بتاعنا كايمان ارثوذكسي مبني على الخبره. مبني على الخبره. بعد شويه لما تدخل في العمق، اسئله كتير من اللي كانت في الناس بتقع. واحد يقول لك ازاي يا ابني انا مش هخاف؟ تقول له بص اللي قبليك ما خافش ازاي؟ يعني ازاي؟ يعني ازاي واحد زي ابوه ما يخافش من السيف ويحط راسه ويستشهد، وطفل صغير عنده 12 13 سنه، وانت يبقى عندك 50 و60 و70 بتخاف؟ ازاي؟ لان 12 13 سنه ده شاف خبره اللي قبله بالاتحاد بالكنيسه، باللي انا بعرفه، بالاتصال بالله، بالصلاه، بالجهاد، بالصوم. فقال لك انا لما عملت الحاجات دي انا قربت لربنا. فلما قربت لربنا بقى عندي قوه وعدم خوف. فعايز تعرفوا ازاي تسلكوا في ايمانكم المسيحي، اسلكوا بسير القديسين بخبراتهم. شوفوا عملوا ايه قالوا. بس اصل انا مش مقتنع ان الصوم يقدر يكون يعني الصوم يبقى انا همنع نفسي عن شويه الاكل وجسمي شكله فيه خطيه. اقول له لا، مسيحك صام عن الاكل، شهدائك صاموا عن الاكل. صوم عن الاكل هتقدر توصل للصوم الروحي، هتقدر تعلو بدرجه انك تقدر تقف قدام حروب الشيطان. وهو ده الشهداء عملوا. يعني الولاد بتوع الولاد في منتهى البساطه، ولاد ما عندهمش قدر من التعليم كبير، بيجروا ورا لقمه العيش وحياتهم بسيطه جدا. قولوا لي ازاي دول وقفوا قدام سيوف داعش وما تهزوش، وهزوا العالم كله. هم ما تهزوش، لكن ايمانهم هز العالم كله. ليه؟ لانه ماشي على خبره سير القديسين. الولد كان عارف ان الوقت اللي اقدر اروح الكنيسه فبيظهر، الوقت اللي اصوم في الميسو عارف ان في اربع اعتراف، كان عندهم اربع اعتراف، واسمعوا من اباء اعترافهم اختصاصهم، روحوا يعترفوا. في صوم في الكنيسه كانوا بيصوموا، ما قعدوش يشغلوا نفسهم ويقولوا هي الترانيم دي هتطلعنا من الازمه اللي احنا فيها ولا الصوم ده هيطلعنا خالص. هم عارفين في الازمات نرفع قلوبنا لربنا ونقول ابسط حاجه كده نقولها يا رسول يا رب ارحمنا. هم ما يعرفوش كده. متخيلين لما 21 واحد يا رب ارحم بشويه ترانيم بسيطه وقدر من الالحان بسيط يوصلوا شهداء ويبقوا حد واقف لنا في السماء مادد ايدينا لينا واحنا محتاجين صبر. فالموضوع ايماننا ايمان خبره وليس ايمان يعتمد على فكرته. خبره كنسيه. شوفوا الكنيسه قالت ايه اعملوه، شوفوا اللي قبلينا قالوا ايه اعملوه، شوفوا قالوا ايه على الصوم، على الصلاه، على الجهاد اعملوه. جهدوا لآخر فترة في حياتهم. وهي دي الشهادة، في شهادة دم وفي شهادة بيضاء. طب هم سفكوا دماغهم، طب احنا نعمل ايه؟ جهدوا الشهادة البيضاء. يعني ايه الشهادة البيضاء؟ اللي هي كل سفك دم، اللي هي انت بتستواجه مع حياتك كلها. بتقوم من النوم مش قادر تنزل، مش قادر تعمل، لكن بتدوس على نفسك عشان
توصل الكنيسه. صدقوني اغلبنا بيبقى عايز يعمل يوتيرن ويرجع تاني هو جاي الكنيسه تعبان مش قادر عايز ينام. لكن لما تدوسوا على نفسكم لا هكمل المشوار، هكمل المشوار وهنزل اروح الكنيسه. هاخد ابني في ايدي واروح الكنيسه. الكنيسه قالت الشماس يلبس دنيا، ارجوكم اسلكوا في فضيله الطاعه. على فكره ده شهاده من الشهادات البيضاء، الطاعه للكنيسه، الطاعه بدون فكره. الكنيسه قالت البس دنيا، انت شماس البس دنيا. تلاقي ناس كتيره يقول لك انا خلاص انا حلو كده، وكأن رتبه الشموسيه فيها تقطع. انت طلعت من الايه خلاص ما فيهاش تقطع. عامل زي ابونا، انتوا عمركم شفتوا ابونا يجي يقعد على الدكه ويقول لك لا خلاص انا مش هلبس النهارده، هتستغربوا. ما ينفعش. طب اشمعنى ابونا لا لابس هو ابونا؟ ما انت شماس. كم واحد فيكم شماس؟ انا متاكد ان 90% من اللي قاعدين شماسه. متاكد. و90% ما بيلبسوش. مش عارف ليه؟ البسوا شماس شويه. ايه هيحصل ايه؟ ده سلاح. دي دنيتك. دي خدمتك. ده تكريس. انت كرست على مذبحك ازاي؟ كشماس. مش من حقك تكسر هذا التكريس. البسوا دنيا واحضروا. اصل انا مش حافظ، مش عايزين احفظ. تعالى اقف مع البلد، مع خبره، تفهم الشمس اللي موجوده بالخبره يحفظ. تعالى. ولا انتوا قاعدين ترسموا في ولادكم شمامسه وبتحطوهم مطرحكم وترجعوا انتوا على الدكه الخلفيه. ما تعملوش. يعني فرجوا الاباء ابونا عشان خاطر ابني عايز يبقى شماس. هيلتزم. صدقني يا ابني هتلاقي يلتزم. بتلاقي الاب قايم متاخر، منزل الولد متاخر، جايب الولد متاخر، شهر 2 3 الولد بطل يجي الكنيسه. ليه؟ عشان ما عندناش حته جهل. انزل. الام امهات شاطره ينزلوا قلابيس بدري، ياخدوا ابنهم في ايدهم وينزلوا بيهم ويطلعوا من هنا. انا شفت اهالي ملتزم يجيب الولد الساعه 5 الصبح، ده بيخلص 7 الا ربع، تاخد الولد تطلع بيه على المدرسه، والولد خد القداس وخد الكنيسه وابتدى يجي. وفي 90% من الامهات تقول لك الولد تعبان في المدرسه، ارجوك سيبونا شويه. شباب ما عندنا شغل. لا يا حبايبي، انتوا شغلكم مش لاقي الشهاده البيضاء، ان تشهدوا بالمسيح بحياتكم. استرادوا بحياتكم. دوسوا على نفسكم. بقول كتير يمكن كل وعظات انا داخل كده. دوسوا على نفسكم. ما تخافوش. الجسد بيتعب مش محتاج له حاجه، لكن الروح اهم حاجه. لو عليكم الروح هتبقوا زي الولاد البسطاء اللي ضحوا بحياتهم. يمكن ربنا مش عايز يحط علينا شهاده. انا عارف ان انا كنت على ضعف. لو السيف جه قدامي كنا على ضرر غير انا اللي بتقدم اول قدام. اقروا عن الشهاده بتاعتكم. يعني ابائنا قدام القديانوس وصلوا لضحوا بحياتهم لغايه ما رؤى الخير بتاع القديانوس للاستخدام. يقول يعني اتى حوالي 84,000 شهيد في اليوم. كان رقم غريب جدا. وعشان كده الكنيسه حطت لنا 284 عشان 84 لكن هي جت كده وخطيه 284 من الشهداء. ده بدايه الكنيسه. دي السنه القبطيه بتاعتنا اللي احنا بنعتز بيها وبنعتز بيها حاجه. فالسنه الميلاديه تزيد عن السنه القبطيه 284 سنه. ليه؟ لان الكنيسه اعتزت ببذرها، اعتزت بولادها وضحت حياتها. فانتم كمان عشان تشتركوا في هذه السنه القبطيه قدموا شهاده بيضاء، قدموا صوم، قدموا صلاه، قدموا جهاد، قدموا حاجه من حياتكم، قدموا لكم المسيح. مش طالبين منكم اكتر من انك تاخدوه. قدموه للمسيح. قدموه. يعني مش هتخسروا بقى ولادكم لما تاخدوه بالكنيسه، لما تجيبوه مدارس الاحد، لما تاخدوه. يعني احنا حاطين مثلا بايبل ستادي. ليه ولادنا ما بيشتغلوش في البايبل ستادي؟ خايفين عليهم من ايه؟ اصل اليوم ده بتاع الاكتيفيتي
يلزموش. ما يلزموش. ما تهتموش بالحياه الارضيه وتنسوا الحياه السماويه. اتليست 50-50 بالرغم ان المفروض 90-10 يعني. احنا عايزينها 50-50. ارجوكم حبايبي هاتوا ولادكم دخلوا البايبل ستادي، خلوا ولادكم يقروا الاناجيل في اليوم. دي الشهاده موجوده وربنا يدينا كلنا فرح الشهداء